احنا هون الحالة في مريضة عندها انضغاط عصب CTS عنا، وفي عندها اصبع قافز، في صاير عقدة على الوتر. هاي الحالة طبعا عملنا تخطيط عصب، كان في انضغاط شديد على العصب. احيانا بعض المرضى بفضلوا حقن كورتيزون هون، بس حقن الكورتيزون مو دائما بيعطي نتيجة، يعني ممكن حالات الخفيفة نحقن كورتيزون بس نتيجة مو مضمونة يعني 100%. وعملية بسيطة وممكن خلال يعني 7 دقائق تخلص العملية. بسم الله. هاي مكان الانضغاط وظيفته. هيك. هاي هاي خلصت، يمكن دقيقة ونص خلصنا هاي العملية. بالأساس أنا يعني نحن جراحة عظمية، بس تميزنا بعمليات الرباط الصليبي، بس طبعا نحن عم نشتغل كل العمليات. انت عنه شوي. وما عم نصور لأنه عم نشوف مرضى الرباط هني أكتر شيء عنا، بس نحن نشتغل كل العمليات. يعني هلا هي واحدة من العمليات اللي نعتبرها بسيطة جدا. طبعا حسام صار انه يصورها، صديقنا. بالعادة نحن ما بنصور عمليات الرباط لأنه فيها أحيانا المريض لما يراجعنا أحيانا تطلع شغلات بالعملية لازم مثلا نفسر للمريض إنه هاي قطع، هاي في تنكس، هاي كذا. فمشان هيك دائما بصور عمليات الرباط. الجراح اللي عنده خبرة إن شاء الله عمليات كلها بسيطة. هلا هذا الوتر، هذا كان عليه عقدة. هلا هاي حررنا الوتر هذا. طبعا بهاي العملية في عصب، هذا هو. أحيانا إذا صار في أي شيء بصير خدر بالأسبوع طول العمر، لازم نكون حريصين. هاي مسميها أصبع قافز، هذا شيء شائع جدا. أنا نفسي صار عندي بالأصبع هذا، وكنت في أمريكا عملت عملية قبل فترة. أنا أتذكر أستاذي كان أستاذي بالجراحة العظمية، عملت له 4 أصابع. فهي حالة من مسميها التريجر فينجر بالإنجليزي أو أصبع قافز. تلياهو بحركي أنا منه المريض. آه لعلقه باشبو. شوف المريض أثناء العملية يحس بالفرق. هلا CTS أو انضغاط العصب الناصف، المريض يعاني من خدر وتنميل الأصابع ال3، الإبهام والإصبعين الثانية، وشوي شوي يصير ضمور بالعضلة هاي. آلام ليلية، أكثر شيء آلام بالليل. فانشخص هاي الحالة بتخطيط عصب والفحص السريري. وإذا تأكد بالفحص السريري وبالتخطيط العصب بالحالة إذا كانت شديدة، إجباري عملية. الحالات البدائية ممكن نعالجها بالأدوية، بحقن الكورتيزون، بالراحة. نحن هلا جروح الإيد فيها خطوط خلقية بالإيد. هلا أي واحد يطلع على إيده فيها خطوط يعني. نحن بالجراحة اليد بنحاول إنه نساير هاي الخطوط اللي بالإيد. أو بالأول مرحلة لما الإنسان يفك القطع بحس إنه إيده تشوهت، بس لا، بعد فترة، بعد 3 أشهر بحس إنه كأنه خط من خطوط اليد يعني أبدا ما أحيانا ما بتميز إنه هذا المريض عمل عملية. لا لا، لأنه نحن عم نساوي خطوط مثل خطوط يعني الجرح تبعنا مثل خطوط اليد. يعني هلا خلصنا خيطنا الجروحة، طبعا 3 قطب 5 قطب، والشقوق موازية لشقوق اليد. خلال 3 أشهر إن شاء الله ما بي. وفي مراهم، يعني مراهم تخفف الندبة يعني بنعطيها. يلا الحمد لله على السلامة. لا خلص، وحب خلص.